جاية اقول لكم السر اللي خلى صاحبتي الإيطالية تسألني ازاي كل مكان في بيتي ليه ريحة مختلفة. منتجات فريدة يا جماعة، موجودة في مصر بس أخيرا بقت موجودة في إيطاليا. أنا مخصصة لكل أوضة ريحتين مختلفتين، يعني كل مكان هتشمي ريحة مختلفة خالص. أحسن حاجة إنه معطر الأرضيات من فريدة بيكون استخدامه حلو قوي مع المكنسة دي، لأن أول حاجة ما بيعملش رغاوي خالص، ودي أكتر حاجة بتبوظ المكنسة، فانبسطت منها قوي. استخدمت للأرضيات معطر نظافة، واستخدمت كمان المعطر بتاع العود عشان ارش على كل مكان في الاوضه بتاعه الاطفال، ودي كانت اوضه مودي وعمر. دول الاتنين ميكس مع بعض رهيب يا جماعه. نيجي بقى لاوضه النوم، واخترت لها اللافندر، واخترت لها كمان بهجه ريحتها تحسوا ان هي ريحه برفان. واقول لكم على التركيه الحلوه بقى دي، ان انا بجيب علبه مناديل مبلله وبحط فيها المعطر، وبمسح بيها كل الاماكن اللي عايزه تتمسح، زي الخشب زي التسريحه، كل الحاجات دي بتتنيها الريحه فيها لمده طويله قوي. وريحه اللافندر يا جماعه تحفه، وبالذات في اوض النوم، اصلا هي بتساعد على الاسترخاء والراحه، فبتحس ان الريحه تحفه. ودي اللي استخدمتها للارضيات، وبرضو بتستخدم حلو قوي للمكنسه. شايفين بقى بهجه لما بتترش بتبقى ريحتها، انا لازم اخليكم تشموها. هتقولوا لي طب جبتيها منين يا بطه؟ هقول لكم جبتها من الرقم اللي كاتبه لكم على الشاشه. اتواصلوا معاهم عشان هم عاملين تخفيض حلو قوي. استخدمت للصالة ريحة الخوخ وكمان الارابيسك دي تحسيها كده ريحة زي بتاعتنا بتاعت مصر قوي التقليدية، فهي عجبت الإيطاليين جامد، لأن هي كانت مختلفة عن اللي هما بيشموها هنا. وبرضو على فكرة السجاد لما أنا بمشي عليه بالمكنسة، أصلا أنا كنت حاطة فيها برودكتو، وكمان حطيت على الأرض كمان ريحة، فالسجاد بيبقى أصلا بيطلع ريحة لوحده. حتى كمان مشيت بالمناديل المبللة اللي قلتلكوا عليها، بحط عليها اللافندر، وبمشي بيها على كل الأماكن اللي أنا بحب تكون ريحتها كويسة، زي مكنة القهوة، الخشب بتاع مكنة القهوة. وده كان الكوفي كورنر بتاعي. شايفين بقى الارابيسك وانا برشها؟ انتوا متخيلين ان دي بس البرودكت اللي انا اشتريتها من عندهم؟ انا اشتريت كل الحاجات اللي كانوا جايبينها، لان هي كلها حلوة، لان دول المورد الاساسي لشركة فريدة. ده مش واحد بيبيع قطاعي، لا، ده المورد الاساسي. حتى كمان ممكن تقدروا تشتروا منهم بالجملة لو انتوا فاتحين شركة نظافة ومحتاجين الادوات دي، فهم هناك بيوفروا لكم الكمية اللي انتوا عايزينها بالحجم اللي انتوا عايزينه، وكمان السعر بيكون بالجملة. شايفين بقى كل الحاجات اللي انا وريتها لكم دي؟ الرقم اللي انا سايبه لكم ده تقدروا تشتروا منه بالجمله وكمان قطاعي. جبت منهم صابون الايدين لان انا كنت مستخدماه في مصر وجميل قوي، وجبت كمان كل الروايح بتاعه الهدوم لان كانت عجباني قوي في مصر، وكنت بدور عليها هنا اصلا، والسعر بتاعها كان خيال. يعني انتوا اصلا هتتفاجئوا من الاسعار لما تسالوهم. والشاور جل ده يا جماعه حلوه قوي، لازم تستخدموه، وكمان هتلاقوها في معظم الجزارات والبازارات العربيه. على فكره في 6 قطع هيكونوا هديه لاكتر واحده هتعمل شير وتعمل كومنتات كتير.